مساء الخير يا عزيزي الصيوح وعزيزاتي الصيوح. انا بيسو، والنهارده اول حلقه من قعدتنا والصحة. وقبل ما نبدا في موضوعنا ونبدا في الكلام، هنروح نجيب قهوتنا ونيجي نبدا الكلام. هنتكلم النهارده عن انواع الاشخاص. هما الاشخاص ليهم انواع؟ اه طبعا يا صديقي، ركز معايا كده. الاشخاص انواع وكتير كمان. تعالوا نبدا باول نوع. اول نوع هو الشخص السالك. ده الشخص اللي ماشي يوزع سلكات، وتلاقي كده في عداوه بينه وبين المستسلكين. وده نوع جميل جدا على فكره يا صديقي. هتلاقيه كده سالك ونقي من جوه. وده نعرفه ازاي بقى يا بسابس؟ تعالى يا صديقي هقولك. هتلاقيه كده على طول بيحطك على الطريق الصح. هتلاقيه مثلا بينصحك للصح. من الاخر كده هتلاقيه ابيض معاك مش شايل منك. حتى هتلاقيه بيتجنب انه بيتنافس معاك. مثلا لو انت في منافسه او في مسابقه، هتلاقيه سايبك انت اللي تلمع لوحدك، انت اللي تنافس لوحدك. بيتجنب انه يتنافس معاك، فاهمني؟ هيسيبك تلمع حتى لو على حسابه. وده من الطف انواع البشر على فكره صديقي العزيز. تاني نوع بقى هو الشخص الازرق. الشخص ده هتلاقيه على طول لازق فيك. وطبعا مش لازق فيك من حلاوتك، لا هو اكيد عايز منك حاجه. فتلاقيه مثلا على طول في ضلك عشان يوصل لهدفه. يعني هو مثلا لازق في محمد عشان هو عايز منه حاجه، عن طريقه هيوصل لحاجه. وعلى فكره واول ما يوصل لها هتلاقيه سابك عشان يروح يشوف غيرك. ويفضل ماشي كده، هيفضل لافف على البشريه كلها لحد ما يكمل نفسه. وفي الاخر على فكره يا صاحبي هتلاقيه مكملش في الاخر، عشان هو لو شايف نفسه كامل عمره ما يشوف نفسه ناقص في يوم من الايام. وفي ناس كتير ممكن تحب الشخص اللزق، عشان في ناس مثلا بيبقى عندها حته نقص، آه، كنقص حب من الناس او كنقص اهتمام. فالشخص الرزق ده بيديهم اهتمام، بس مش اهتمام طبيعي، لا، اهتمام فيك، مش حقيقي خالص. بحيث انت فاهمني، مش هو الاهتمام اللي هو يوصلك لحاجة، او اهتمام عشان هو بيحبك، لا هو اهتمام عشان هو اللي يوصل لحاجة. اهتمام عشان انت تحبه فتوصله. نيجي بقى لتالت نوع. تالت نوع بقى يا صاحبي هو شخص الحرباية. عارف انت الشخص الحرباية ده عارف زي عمته الحرباية وخالته القرابة كده. هو نفس الشخص ده بيحاول يتلون مع كل شخص علشان يبوظ حياته. بص، ده شخص وظيفته في الحياة إن يبوظ حياة أي حد ناجح. تمام. وده موجود في حياة أي حد فينا على فكرة. يعني مش في حياة شخص معين أو نوع معين من الأشخاص هتلاقي عندهم شخص الحرباية. لا لا، هو هتلاقيه في أي نوع من الأشخاص. أنت مش لازم تبقى عارف إن الشخص ده حرباية. أنت ممكن تكون فاكره بملاك. يعني أنا كبيسو ما أحب الشخص ده خالص. بالعكس، أنا ببقى نفسي إن ربنا يكشف لي الشخص ده. وعلى فكرة انت هتلاقي ربنا مثلا بعت لك شوية حاجات عشان تبين لك مين الوحش ومين الحلو. وده على فكرة من كرم ربنا علينا. يبعت لك كل حاجة في الوقت المناسب عشان يوضح لك حاجات مخفية عنك. يعني ده بيعرفك كل حاجة في الوقت المناسب بتاعها، مش في أي وقت. انت ممكن تكون فاكره ملاك بجناحين ويطلع شيطان بقرنين عادي، يعني فاهم؟ رابع نوع بقى يا صديقي العزيز هو الشخص النرجسي. بص بقى يا صديقي، النوع ده من البشر بيكون خطير جدا على صحتك النفسية. اه والله زي بقول لك كده. ودايما هتلاقي الشخص ده بيحب نفسه زيادة عن اللزوم. ودايما هيقلل منك ويعرف نفسه عليك عشان هو عايز بس هو اللي ياخد الشو. عارف؟ ده لو عمل حاجة صغيرة هتلاقيه عايزك تسقف له وتحس انه عمل انجاز عظيم محدش عمله في البشرية قبل كده. طب تعرف انه كمان شخص حسود؟ اه والله. ويحسدك على اي حاجة انت بتعملها، وشايف انك كمان بتحسده. اصل بص، الوحش بيبقى شايف كل اللي حواليه وحشين عشان يبرر لنفسه الوحشة بتاعته، ويدي لنفسه مبررات تريح له ضميره، ده لو عنده ضمير اصلا. ودايما هيقلل ثقتك من نفسك ويطلعك كلك عيوب. والله وانت قمر يا واد مفكش غلطة اصلا. فنصيحة مني يا صاحبي، اوعاك تأثر بالكلام، وحاول تقلل اختلاطك بيه حفاظ على نفسيتك. اه والله انا خايف على صحتك النفسيه يا صاحبي والله. اه صح، قبل ما انسى، اغلب اللي عندهم نرجسيه هم الشباب، وخصوصا وقت المراهقه. بس يا عم، فده باختصار هو الشخص النرجسي. يجي بقى الخامس نوع. ده الشخص اللي بيبقى عنده خوف من المجتمع. الشخص ده صديقي العزيز بيعاني كتير قوي، اكتر ما انت تتخيل، بسبب انه مش عارف يتاقلم في المكان اللي هو قاعد فيه، وفاكر ان كل اللي حواليه مش حابينه او انه غير مرغوب فيه في المكان ده. وفي الحاله دي بيبقى قاعد ساكت كده ومش بيتكلم. وفي حالات كتير بتحب تقعد في البيت بسبب ان عندها رهبه من المجتمع. وده بيرجع صديقي لحاجات كتير، زي صدمات في الناس، تراست ايشوز. فهو فاكر طالما شخص قال له كلمة ضايقته أو عمل موقف في اتجاهه، يبقى خلاص كل الناس شايفاه زي الشخص ده. فاحنا ممكن نحاول لما نلاقي شخص لوحده أو قاعد لوحده منعزل، نحاول نسحبه في النص، ندخله بينا وسطينا. واحدة واحدة هتلاقيه طلع بسرعة وتعامل معانا. واحدة واحدة هتلاقي التراست ايشوز برضه راحت من عنده. كده يا صديقي العزيز نكون وصلنا لآخر فصل في حلقتنا،
ونلقاكم يوم الثلاث الجاي في صياحة جديدة.